الفيديو ده كان المفروض ينزل في رمضان. ايه احسن مسلسلات كوميدية جديدة، على الرغم من ان الكبير قوي للأسف ما نزلش جزء تاسع، الا ان في شوية مسلسلات كوميدية نقدر نتفرج عليها طبعا بعد ما تخلص كل اللي وراك وما تخليش اي حاجة تعطلك عن اي حاجة انت بتعملها. السلام عليكم، انا احمد سليمان في فيديو جديد وانتوا في قناة كاست سينما. انا هذكر المسلسلات بدون اي حرق للي لسه ما اتفرجش عليها. نذكر الله ويلا بينا. اول مسلسل معانا كامل العدد بلس بلس. طبعا عارفين مسلسل كامل العدد الجزئين اللي فاتوا، والجزء ده من احسن الاجزاء اللي نزلت. ليلى تيمور واحمد مختار مع حياة عبد الجواد وعادل. المسلسل بيحكي يوم في بيت مصري بطريقة كوميدية. المسلسل 15 حلقة تقدروا تتفرجوا عليه على منصة شاهد. انما الشغل الجديد بقى هو مسلسل نص الشعب اسمه محمد، بطولة عصام عمر او محمد مهندس التكييفات اللي طالع متجوز مي، ولكن في مشاكل كتير بتخليهم يتفرقوا، فبيحب واحدة تانية بس بتطلع في الأساس دي تعرف دي، فبيحاول يصلح علاقته بالأولى من غير ما التانية تعرف حاجة عنها، خصوصا وإن أمهاتهم عارفين بعض كمان. ومعاه خاله حسن اللي دايما بيستعين بيه. المسلسل جميل جدا و15 حلقة تقدروا تتفرجوا عليه على منصة شاهد. المسلسل التالت معانا هو الكابتن، بطولة أكرم حسني. وأكرم حسني معودنا كل سنة بفضل الله على مسلسل من أجمل مسلسلات رمضان، والتاريخ يشهد بكده. مكتوب عليا وبابا جه وغيرهم. بيحكي قصة الكابتن حسام عز الدين، طيار وبيكون رايح في رحلة، بس بتحصل حاجة غريبة في الطيارة بتدمرها، وبتحصل حاجة أغرب بتخلي كل الركاب متعلقين بيه. ولأنه هو الناجي الوحيد من الحادث بيحاول يتخلص منهم بالطريقة اللي تعجبهم، زي إنه يعمل مهام معينة علشان يختفوا. المسلسل 15 حلقة تقدروا تتفرجوا عليه على منصة واتشد أو يانجو بلاي. شهادة معاملة أطفال، بطولة النجم محمد هنيدي. مسلسل أقل ما يقال عنه إنه قريب جدا من مسلسل أرض النفاق، واللي بيحكي قصة عبد الستار الكاف، راجل قوي وشغال مع كل الناس الغلط. بتحصل له حاجة بتخليه يراجع نفسه ويحاول يصلح اللي عمله في حياته، فبيبدأ يبدل من أسلوبه وسلوكه هو وكل اللي حواليه، خصوصا لما بيعرف إن ليه بنت لازم يحميها، ده غير أعدائه ومراته اللي خلعته. المسلسل 30 حلقة تقدروا تتفرجوا عليه على منصة واتشد. عقبال عندكم. بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم مع محمد ثروت، اللي بيحكي قصة سهى وفادي، اتنين عايزين يتجوزوا لكن بتحصل لهم حاجات قبل ما ينووا يتجوزوا، فبيقرروا يحلوا مشاكلهم، ومع ذلك بيقعوا في مشاكل أكبر لازم يحلوها علشان يتجوزوا. الحلقات بتكون منفصلة كل 3 أو 4 حلقات. يا ترى المسلسل عجبكم ولا مش قد كده؟ المسلسل 15 حلقة تقدروا تتفرجوا عليه على منصة واتشد أو فيو. وقبل آخر مسلسل معانا هو أشغال شقة جدا، وطبعا الجزء الأول كان توب التوب وأكيد كلنا عارفين المسلسل ده. والجزء ده رغم إني متعقب عليه شويتين لأنه مصنف عائلي، بس في بعض المشاهد اللي ما تلاقيش تكون موجودة، مع إني عارف إن الأستاذ هشام ماجد بيضحك من غير أي حاجة، ما بالك لو معاه مصطفى غريب. لكن بشكل عام هو أحسن مسلسل كان موجود في رمضان اللي فات، فيه ضحك كتير جدا. المسلسل 15 حلقة تقدروا تتفرجوا عليه على منصة شاهد. آخر مسلسل معانا هو برستيج، مسلسل خفيف ولطيف 10 حلقات، بيتكلم عن عاصفة قوية بتقوم في القاهرة، وده بيخلي 14 شخص من طبقات اجتماعية مختلفة يتحبسوا في قهوة في وسط البلد، والكهرباء بتتقطع والكلام بيحلو لأن العاصفة بتكون قوية جدا، لحد ما فجأة بيلاقوا حد فيهم اتقتل، وده بيسبب فوضى كبيرة بينهم، خصوصا لما بيحللوا إن القاتل واحد منهم. المسلسل 10 حلقات زي ما قلت، وتقدروا تتفرجوا عليه على منصة يانجو بلاي. قولوا لنا المسلسل اللي هتتفرجوا عليه من المسلسلات دي، ولو سمعتوا حاجة فيهم يا ريت تقولوا لنا أحسن مسلسل. ولحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا، بتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. دمتم في أمان وسلام. سلام.